السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة فراخ بس بوصفة جديدة شوية. احنا طبعا المعتاد عندنا الفراخ البانيه اللي هي معروفة، اللي احنا بنجيب صدور فراخ مثلا متقطعة زي كده، وبنحطها مثلا في بيض وبقسماط او فيجيتار مع الدقيق، وبعدين نقليها او نحمرها في الزيت. لا، احنا هنعمل النهارده وصفة بسيطة وسهلة جدا وكمان مش مكلفة. مقاديرنا النهارده معانا فراخ، صدور فراخ زي كده انا مبهراها، بشر عليها بصلايه ورش عليها ملح وفلفل. تمام، اهو اهو. ومعانا هنا شويه دقيق في طبق، ومعانا هنا شويه ميه، ومعانا هنا شويه بهارات مشكله والنكاري اللي هي التحبيشه العاديه بتاعتي اللي تقريبا في معظم وصفاتي: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، شويه اللي هي ايه السبع بهارات. تمام يا حبايبي اهمت. هنعمل ايه؟ هنبدأ نحط كمية البهارات اللي احنا عاملينها ديت كلها على الدقيق، ونبدأ نقلب الدقيق زي ما انتوا شايفينه كده اهو. تمام، زي ما قلت لكم انا مبهره البانيه بتاعي دوت، بشر عليه بصلايه ورش عليه ملح وفلفل. وانتوا عارفين انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، قلت لكم ان انا لما بجيب فراخ او لحمه او حاجه او بعينها في الفريزر لازم اتبلها قبل ما اشيلها. وحتى لو شارياها صبحه برضو لازم اول ما بتيجي على طول بغسلها غسله كويسه واحط عليها شويه ملح وشويه خل، وبعد ما تتصفى خالص في مصفى برضو ببشر عليها بصلايه وشويه ملح وشويه فلفل. دي ابسط تتبيله ممكن نعملها في اي حاجه. هنعمل ايه؟ هنبتدي نعمل ايه؟ طبعا اهم حاجه ايدينا نضيفه. هنبدا ناخد قطعه البانيه كده زي ما احنا شايفين ونحطها في الدقيق كده بالطريقه ديت اهو. نحاول نعملها جامد جوه الدقيق اللي احنا اصلا مبهرينه زي ما احنا قايلين اهو يا حبايبي. تمام، ونبدا ناخد القطعه اللي احنا عملناها دي وننزلها في الميه، نبلها بس ميه كده خفيف، ونرجع تاني ننزلها في الدقيق ونعمل نفس التتبيلة تاني اهو. تمام كده اهو، ادي القطعة بتاعتنا. طب عاوزين نعملها كمان مرة؟ مفيش اي مشكلة. كل ما بتزودي الطبقات كل ما بتبقى عالية معاكي وبتبقى طرية من جوه، وبتبقى تحس ان هي زادت في الحجم شوية. نبدأ ننزل تاني، مجرد بس تغطيسة خفيفة في المية، وبعد كده نرجع تاني للدقيق بتاعنا ونعمل كده اهو. تمام يا حبايبي، ادي قطعة الفراخ. طبعا زي ما انتوا شايفين معمولة طبقتين دقيق ومية. تمام كده، واهم حاجة الدقيق متبهر معانا. ونبدأ نحطها في الطبق كده، ونجيب غيرها اهو. ادي قطعة كمان، انا بحب اقطعها قطع صغيرة عشان انا ولادي بيحبوها كده. لو في حد حابب ان هو يجيب قطعة البانيه يحطها مثلا بطولها مفيش اي مشكلة. في حد حابب ان هو يجيبها يعملها زي نظام الصوابع، يعملها شرايح كده او صوابع بالسكينة، برضو مفيش اي مشكلة. كل واحد على حسب هو بيحب ايه. مش مهم شكل القطعة، المهم الطعم اللي هناكله والنتيجة هتبقى ايه في الاخر. اهم حاجة تبقى مرضية وتعجبنا كلنا. زي ما قلنا جبنا قطعة البانيه ونقوم منزلينها في الدقيق اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي، ونقوم منزلينها في المية ومطلعينها على طول ومرجعينها تاني في الدقيق. ناخد كمان طبقة، كمان طبقة اهو. ونعمل ايه؟ ونقوم منزلينها تاني في المية بسرعة ونطلعها وكمان طبقة اهو. تمام يا حبايبي، ادي تاني قطعة. هنعمل معاكم كمان قطعة وبعد كده نكمل بقى لوحدنا واوريها لكم واحنا بننزلها في الزيت. ادي كمان قطعة اهي، هننزلها في الدقيق زي ما احنا متفقين اهو. فعلوا زر الجرس يا جماعة عشان يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. وننزل اهو في المية اهو ونطلع. اتفضلوا زي ما انتوا شايفين. تمام كده حبايبي.
نقول تاني بسم الله اهو، تاني مرة في الدقيق في المية، وبعد كده ننزل تاني على الدقيق اهو يا حبايبي. تمام كده. اهو يا حبايبي، ادي القطعة التالتة ونرصها هنا جنب اخواتها. هنكمل الباقي ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي، وهنا طبعا جبنا الطاسة وحطينا فيها زيت وجهزناها للقلية بتاعة البانيه اللي احنا عملناه النهاردة بطريقة جديدة ومختلفة بالدقيق. وبهرنا طبعا الدقيق ونزلنا من الدقيق للمية، وبعدين رجعنا عملنا طبقة كمان، رجعنا تاني من الدقيق للمية، وبعد كده عملنا اخر طبقة دقيق وجهزناهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو يا حبايبي. يا رب الكاميرا بس تكون جايباه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت كده اهو. تمام كده جاهز. اول ما الزيت يسخن هنبتدي ننزله في الزيت ونحمره، وهنطلعه قدامكم خطوة بخطوة كده يا حبايبي. نقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ ننزل اول قطعة. تمام كده يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. اهو نبدأ ننزل قطع الدجاج بتاعتنا. وصفة بسيطة جدا وسهلة جدا ومش مكلفة، وكمان مختلفة عن المعتاد بتاعنا. بنحب نحاول ان احنا نغير في الاكلات بتاعتنا ونخليها بشكل مختلف شوية، ولكن بأبسط برضو الامور، وما بنعقدش الدنيا على نفسنا، وبنحاول نخلي التكلفة برضو زي ما احنا قلنا على قد ايدينا كلنا. ونحاول نخلي الحاجة اهم حاجة الطعم والشكل النهائي يعجبكم. يا رب وصفاتنا بس باذن الله تنال اعجابكم، تبقوا دايما مبسوطين معانا. هنحمر البانيه يا حبايبي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، ونبدا نقلب قطعه بقطعه كده. هتاخد لون يا جماعه وطعم هتشوفوه حالا زي كنتاكي بالظبط. زي ما قلنا مش لازم نعملها نفس القطع كده، لا، احنا لو حبينا نقطع البانيه، لو اشتريناه مثلا من الراجل وحبينا ان احنا نقطعه صوابع ولا حاجه، مفيش مشكله خالص ان احنا نعمله زي الشرايح كده والصوابع، مفيش فيه اي مشكله خالص. ممكن لو خلينا القطعه بتاعه البانيه بالطول تبقى يعني طوليه كده، القطع اكبر من كده برده مفيش اي مشكله خالص، على حسب برده انتوا بتحبوا ايه واعملوه. هنكمل بقيه تحمير البانيه ونرجع لكم تاني يا حبايبي. خليكم معانا لاخر الفيديو وتابعونا. اهو يا حبايبي انا ما رضيتش اطلعها من الزيت غير لما اوريكم درجه اللون الاول اللي احنا عاوزينه، هي دي الدرجه الذهبي اللي احنا عاوزينها، وبكده نبقى فعلا ضمننا ان قطع الفراخ استوت وبقت نتيجتها جميله بسم الله ما شاء الله. كده نبدا نطلع قطعه بقطعه ونحطها في مصفى عشان تصفي كل الزيت بتاعها. احنا معاكم خطوه بخطوه اهو باذن الله. اوريكم برده كل حاجه، هطلع الباقي وهكمل بقيه البانيه وهوريه لكم في الاخر.